يا جدعان ما انا خايف نطلع على الحدود الجيش الاسرائيلي يجي يضربنا. يا عم ما تخافش وسيبها على الله. يا حبيب قلبي لو شافوا الطياره العالم فلسطين دول هيجوا يقبضوا علينا. ما تخافش يا عم، ما المقاومه حاميانا. يا جدعان ربنا يخلينا المقاومه، بس انا خايف برضه. ما يلا يا عم عشان نلحق نطير الوقت بيضيع. ماشي يا جدعان يلا بينا بقى وسيبوها على الله. بصوا يا جدعان احنا ادينا وصلنا على الحدود دلوقتي، ربنا يسترها بقى ومحدش يجي يقفشنا، هنطير على طول ونلعب شويه ونمشي. شويه ايه يا عم، احنا نفضل نطير لحد لما الليل يليل. ليلي ليلي يا حبيبي، انت كده عايزنا نعتمد علينا وما نطلعش تاني. ما هو ده الصح يا عم، نفضل نطير لحد ما الليل يعيد. يا جدعان ما انا عارف ان هو ده الصح، بس مش هنا على الحدود، لما نبقى على السطوح عندنا، لما نبقى في مكان تبعنا كده الجيش الاسرائيلي هيجي يقبض علينا. هو الجيش الاسرائيلي هيسيب ده كله ويجي يقبض على واحد بيطير؟ قول له يا عبد الرحمن بقى فهمه. يا جدعان انا فاهم اللي انتوا بتقولوا عليه ده، بس اليومين دول في قلق وضرب على الحدود. يلا بقى عشان نلحق عشان الهوا بيضيع. يلا يا جدعان، بس انا مقتنع ان اسرائيل هتبعت لنا العصابه النهارده. طب يلا. بص بقى يابا، كل واحد هيطير شويه، بس حد دلوقتي هيمسك الطياره يرجع بيها عشان نطيرها بسرعه. ماشي يابا، ما يبقى كل واحد يطير ساعه. ماشي يا اسطى، بس المهم دلوقتي مين اللي هيرجع بالطياره؟ يا عم انا اول مره هرجع بالطياره. ماشي يا اسطى يلا بينا. يلا بقى يا مندو. ارجع ارجع يلا. بس كده تمام. اسحب بقى بسرعه. ايوه يا زوز يا جامد، ده سفرة اسرائيل. ايوه يا مانا، دي سافرت بجد. يا نهار اسود، ده واحد لحد اسرائيل. امال انت فاكر ايه؟ ومعايا خيط لسه وداها لحد المانيا. الله ينور عليك يا زوز. الطياره 100 100. حبيبي يا زرزور، بس ربنا يعديها على خير والجيش الاسرائيلي ما يجيلناش. تمام يا حضرة القائد. في انت وهو ايه اللي جاكم على الحدود؟ الجيش الاسرائيلي بعد اتصال. اتصال ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ في حد على الحدود بيطير طياره فلسطينيه. انت متاكد من الاتصال ده؟ ايوه يا فندم 100%. قالوا لكم ايه المطلوب؟ نروح حالا نقبض عليهم ونجيبهم على اسرائيل. يلا بينا تعالوا معايا. يلا بينا. يا نهار اسود، العصابه الاسرائيليه جت. فين يا عم انت بتقول عليه ده؟ والمصحف باين هناك اهو. فين يا عم؟ مش شايفين حاجه. قوموا قوموا تعالى هوريكم. هنشوف كده عمك بسرعه. فين يا عم دول؟ هناك اهو. يا نهار اسود، دول جايين بجد. طب والحل ايه دلوقتي يا جدعان؟ هنفضل مكاننا، هنعمل ايه يعني؟ هنفضل مكاننا ازاي؟ اكيد دلوقتي هياخدونا يودونا على الجيش الاسرائيلي. لا ده هيدينا مش هنروح في حته. ما تخافش يا عم، اكيد مش هنتحبس، هم هيمشونا بس. خلاص يا عم ماشي، ده بس هم قربوا قوي. دول اللي جابكم هنا مش عارفين ان التواجد على الحدود ممنوع؟ الحدود دي بتاعتنا واحنا واقفين على ارضنا. انتوا مين اصلا عشان تقولنا على الحدود؟ عصابه تبع الجيش الاسرائيلي. والجيش الاسرائيلي بعتكم ليه اصلا؟ جالنا اتصال من الجيش الاسرائيلي نيجي نقبض عليكم سبب الطياره اللي عليها علم فلسطين. ده علم بلادنا ونعمل فيه اللي احنا عاوزينه. مش ارضكم، الارض دي ارض اسرائيليه. نزلوا الطياره وتيجي معانا بالزور ناخدكم بالعافيه. لا مش هننزل الطياره ومش هنيجي معاكم اصلا. انتوا مش عايزين تجوا بالذوق، هاتوهم. يا نهار اسود، بقول لك كده جايين علينا. يلا يلا سيب الطياره. بقول لك ايه يا اسطى، كل واحد يجري كده او كده عشان لو جرينا مره واحده هيقفشونا. اجري يلا. الحمد لله هبت منهم. عاش رجاله العصابه، يلا بينا عشان نوديهم على الجيش الاسرائيلي. تمام يا فندم، يلا بينا.